يقول ربي تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على المقابر فقال: أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر، وأين المعز بسلطانه، وأين المزكى إذا ما افتخر. سمع سيدنا عمر رضي الله عنه ما لم نسمعه، فالمؤمن يرى ويسمع بنور الله. سمع سيدنا عمر قال نداء من داخل المقابر: تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. نحن أحبتي في الله في هذه الأيام يموت ميتنا وهو عزيز علينا، نحمله إلى قبره ونحن نتحدث في أمور الدنيا. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الموت هو أول منازل الآخرة. يموت الإنسان منا نحمله إلى قبره ونحن نتحدث في أمور الدنيا. لم نعتعظ بموت هذا الشخص الذي كان بالأمس يجلس بيننا وينام على الحرير، والليلة أين ينام؟ لم يسأل أحدنا نفسه هذا السؤال. نتحدث في المقابر. لما جلس سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن الموت: وما أدراك ما الموت، وما أدراك ما سكرات الموت. ويقول ربنا تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار. المسألة يا اخوانا مسألة حسنات، حسنات بسيطة جدا تنقلك من نار جهنم إلى نعيم الجنة. حسنات جميعنا يغفلها، ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: في الصدقة، في تبسمك في وجه أخيك، في الصمت، في الحكمة، كما وصى سيدنا لقمان رضي الله عنه ولده عندما قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. أحبتي في الله، الموت له دروس وفيه عبر، وللأسف الشديد نحن شغلتنا الدنيا اشتغالة يكاد الإنسان فينا لا يعطي عقله ثواني حتى يفكر في الآخرة. القبر له ضمة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحدا لنجا منها سيدنا سعد. نسأل الله تبارك. قبل أن ندعي لأخينا المهندس عادل، أحد الأعراب ذهب ليقبر أباه في الصحراء فوجد رجلا أعرابي. كثير منا يستهين بثواب المشي وراء الجنازة والصلاة عليها. خرج هذا الشاب وعندما وصل إلى الصحراء وجد رجل أعرابيا من الفصحاء فقال له: يا عمي أستأذنك أن تقف معي حتى أدع أبي في هذا المكان. فحفر معه القبر ثم وقف لكي يلحدانه ويدعون إليه. فأتى هذا الرجل لولده في المنام في تلك الليلة قال: يا أبت ماذا فعل الله بك في هذه الليلة؟ قال: يا بني إني أتنعم في الجنة بدعوة هذا الأعرابي. فقام هذا الشاب من يومه يسأل عن الأعرابي: ماذا قلت لوالدي حتى ينعم في هذا النعيم في الجنة؟ قال: يا بني أنا لم أقل شيئا كثيرا، فأنا قلت: يا رب قد أكرمته على قدر كرمي فأكرمه أنت يا رب على قدر كرمك. فدعوتك لأخيك الميت والصلاة عليه وتوديعه إلى قبره والمكوس معه لحظة كما أخبرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم قدر ذبح جزور جمل صغير وسلخه، ولكننا نتعجل في جميع أمورنا. نسأل الله تبارك وتعالى
أن يرحم أخينا المهندس عادل برحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا يجعله حفرة من حفر النار. اللهم وسع له في قبره مد بصره. يا رب أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. يا رب نسألك بحق هذا اليوم أن تجعله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بالأصالة عن نفسي والإنابة عن إخواني المهندسين الزراعيين في محافظة الدقهلية ودمياط، أتقدم بخالص التعازي لأسرة أخي المرحوم المهندس عادل السلموني بخالص العزاء. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.